لكن لا حديث يعلو في الوسط الرياضي المصري الا عن بنتايج. ايه ده؟ نادي الزمالك نزل بيان النهارده احمد عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي، مش عارف اذ فجأة كده قال لك الراجل مش معايا، والراجل فسخ عقده من طرف واحد. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كان معانا المستشار القانوني، الكلام ده يا جماعه ليه اتجدد النهارده؟ الموضوع ده قديم على فكره، يعني احنا قعدنا اسبوعين في موضوع بنتاج ان هو فسخ عقده. لا والله. وبعد كده فجأة لا ده الراجل تمام وخد فلوسه ونام الموضوع على كده. بعدها عبد الحميد معالي مشي ومصدق مشي. كفايه هو من سايب. بعدها النهارده المفاجأة الكبيرة كابتن احمد سليمان بتصريح احمد عبد الرؤوف الغريب جدا ان بنتايج فسخ تعاقده ومش معايا من طرف واحد. ما اعرفش والله، كلام مفاجأة من المدير الفني. يا سلام. يعني الموضوع اتسرق قبل كده واتقفل. انا كلنا نمنا وقفلنا الملف ده بالضبه والمفتاح مع المستشار القانوني لمجموعه جون، ان هو صرح ان ما فيش مشكله في تم لا مفيش. لا قول يا ستموني قول. الموضوع ده زي ما انا قلت اتقفل ايوه، قبل هو كده. اتقفل قبل كده وخلاص. النهارده اثير رغم المستشار القانوني قال ان الماليات تم تظبيطها وخلاص، هو صرح التصريح يعني. انا هموت، طلعيني فاصل شويه ريح، انا جالي كل امراض الدنيا. الواحد قاعد عمال يحفظ الشعب لما زهق ومفيش فايده.